المغرب هو مهد كل أمازيغ بدون منازع، ولا ينكر هذا إلا جاهل أو حاقد. المغرب تجمع فيه كل ما انتشر في شمال إفريقيا من قبائل أمازيغية بدون استثناء. يعني ما كاينش شي قبيلة أمازيغية مذكورة في كتب التاريخ وكتب الأنساب ما كانتش في المغرب. ما يميز المغرب أنه كانوا فيه وما زالين قبائل أمازيغية ما كانتش معروفة إلا في المغرب، وهما 4. أولا قبيلة المصامدة أو شعب المصامدة، وهم النواة الصلبة لكل أمازيغ شمال إفريقيا، وهم سكان الأطلس الكبير والسهول الغربية وبلاد غمارة. وكانوا معروفين في المغرب والأندلس فقط. زوج قبيلة غازولة جيران المصامدة وسكان الأطلس الصغير. 3 قبيلة لمطة جيران صنهاجة الليثم وإخوانهم، وكانوا سكان السوس الأقصى والأطلس الصغير والصحراء. 4 قبيلة هسكورة، وهم سكان السفح الأسفل للأطلس الكبير، فين كان القور زازات وقلعة مكونة وأيت بن حدو.